ودي هتكون الحلقة الأولى من جاهزين للمدارس؟ ربنا يوفقكم. أحسن طريقة نقلل بيها الخناقات اليومية مع ولادنا على أي حاجة، نوم، صحيان، لبس، ترويق، واجب، هي الروتين. طب إزاي بقى نعمل روتين مع ولادنا يكون هو النظام اللي بنرجع ليه لما بنختلف على حاجة من غير أوامر ولا خناقات؟ نختار وقت كلنا هاديين ومرتاحين فيه، هنعمل اجتماع ونفتح الموضوع ونتكلم ليه الروتين مهم، هنجهز شكل مبدئي نطبق عليه الروتين، ويا سلام طبعا لو كان شكله ممتع زي كده، لأن ده هيساعدهم يتحمسوا يبدأوا الروتين كأنه لعبة. خليهم هم يحطوا الروتين بنفسهم، بس ما ننساش نعلمهم إن في الروتين بنحط المسؤوليات الأول ثم الامتيازات ونمشي فيهم بالترتيب، فلو المسؤوليات ما اتعملتش مش هنقدر نوصل للامتيازات. فلو الطفل جه قال لك مثلا ماما عايزه اتفرج على التلفزيون، طبعا روح شوف جدولك ايه المهمه اللي عليها الدور فيه وخلصهم بالترتيب اللي انت رتبته لحد ما توصل لوقت التلفزيون. لو اول مره تعملوا روتين يبقى ابداوا بروتين واحد وليكن الصحيان، لما يتدربوا كويس وتتاكدوا انهم بقوا يعملوها بسهوله نضيف روتين النوم ثم روتين النهار وهكذا. ولو الولاد كبار شويه يحطوا المهمات وقدامها هتتعمل من الساعه كام للساعه كام ونظبط لهم التايمر علشان يبداوا يتعلموا قيمه الوقت. معظم الاعمال الروتينيه بتحب العمل الجماعي، فلو تقدروا انتم كمان اعملوا الروتين بتاعكم معاهم، ده بيشجعهم جدا لاننا بنكون مثل وقدوه، مش مجرد بنفرض شويه قواعد او قوانين عليه. شاركوني في التعليقات ايه التحديات اللي بتواجهكم في موضوع الروتين عشان نعمل فيديو عنها.